السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بقى جايبه لكم حاجة جديدة، برضو مش مكلفة خالص خالص. معايا شوية بسكوت شاي خفيف قوي، يقدروا الولاد يغطسوه في اللبن كده الصبح التحفة، ياخدوا معاهم في اللانش بوكس، ياكلوه ما بين الوجبات لو جعانين. حلوة قوي قوي. بصوا هشة ومقرمشة وخفيفة ازاي، وكالعادة مش مكلفة. معايا نص كيلو دقيق، ومعايا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، 200 جرام زبدة او سمنة زي ما تحبي، مش هتفرق خالص. رشة الفانيليا، معلقة متوسطة بيكنج باودر، و200 جرام سكر بودرة. انا السمنة عندي هنا كانت يعني قوامها خفيف عشان المطبخ عندي حر، حطيتها في التلاجة بس 10 دقايق قبل ما اشتغل، وبعدين نزلت معاها بالسكر البودر، وهضربهم ضرب مبرح مبرح يا جماعة. لازم الزبدة تدوب السكر خالص، وكمان هي قوامها يبقى فلافي خفيف، والزبدة تبقى فاتحة خالص. كده انا ضمنت ان هي دخل جواها كمية هوا حلوة، السكر داب، فبالتالي البسكوتة هتبقى خفيفة جدا ومقرمشة ومش مكتومة معايا. انا هنا مش حاطه منكهات، تقدروا تضيفوا اللي انتوا عايزينه. نقدر نبدل الفانيليا ببرتقان بقرفه باي حاجه، ونقدر نشيل معلقتين دقيق ونحط مكانهم معلقتين كاكاو خام، ويبقى البسكوت بالشوكولاته. جبت من على جوانب الحله الحاجات اللي كانت لازقه فيها، الزبده والسكر، عشان يتضربوا كويس جدا. بصوا لونها فتحها قد ايه، في فرق جامد ما بين الاول ودلوقتي. كده هي جاهزه معايا، اقدر انزل عليها بالبيضتين بتوعي. البيضتين عايزاهم متوسطين، لو البيضه اللي عندك كبيره قوي تقدري تستغني عن البيضه التانية وتحطي مكانها معلقتين لبن. رشه فانيليا صغيره، وهرجع اضرب تاني. اول ما بضرب البيض مع الزبده، بحس ان الزبدة سالت، بقت خفيفة خالص. انا هنا برضو هجيب من جوانب الحلة، علشان برضو في شوية زبدة مش مخلوطين كويس مع البيض، وهضرب تاني لحد القوام يبقى اتقل من اللي انتوا شايفينه ده. تمام، يعني مش اول ما احط البيض ده ضربتين وخلاص، لا، لازم اتأكد ان هي البيضة هشت جوه الزبدة ورجعت قوامها متماسك مش سايل، عشان البسكوتة تفضل هشة وما تعضمش. ضربت دقيقة كمان على سرعة عالية، وتقدري تشتغلي طبعا بالمضرب الكهربائي. في المرحلة دي انا هغير الوش، بدل الويسك هحط الكف. لو انت بتشتغلي بالمضرب الكهربائي تقدري بقى هنا توقفي خلط وبايديكي. حطيت البيكنج باودر والدقيق. حاولوا ما تحطوش الدقيق مرة واحدة، انا حطيته عشان واثقة في النوع اللي انا بستخدمه، لكن تقدري تسيبي معلقتين 3 في الاخر لحد ما تشوفي العجين هيحصل فيه ايه. احتاج دقيق هتزودي، وممكن تزودي عن المقدار ده معلقتين كمان. ما احتاجش خلاص. لو حسيتي انت حطيتي الدقيق وطلع كتير شوية، تقدري تزودي معلقتين لبن كبار هيعدل القوام. بصوا القوام اللي انا محتاجاه، فضلت اعجن فيها لحد ما بقت متماسكة طرية، بس متماسكة ومش بتلزق في الايد، ولما تقعد شوية كمان هتشد عن كده حبة. بصوا القوام هعمل ازاي، مش زي البيتي فور لانه مش هينزل بالقمع، لكن طرية. لو انت ما عندكيش المكنه اليدوي بتاعه البسكوت او بالكهرباء زي دي، تقدري تشيلي 3 معالق من الدقيق اللي احنا في المقدار اللي احنا عاملينه. هيخلي القوام بيلزق بقى شويه وطري، وتقدري تنزليهم بالقمع. قبل ما اخد حته العجينه ادخلها في المفرمه، انا طريتها بايديا شويه عشان ما تشققش وانا شغاله، واحاول اقطع القطع كلها زي بعضها، وعشان تطلع زي الراجل او زي المحل متساوية من الناحيتين. هتشوفوا انا هعمل فيها ايه دلوقتي. ابدأ ارص الصاج بتاعي واحدة واحدة، وايدي واخدة البسكوتة على راحة ايدي وعلى صوابعي. بصوا بستقبلها ازاي عشان ما تتقطعش او ما تفتحش من بعضها. بايد ماسكة اولها، وبالصوابع التانية بسند، لازم تنزل على ايدي. تمام اهو، زي ما انتوا شايفين. واسيب مسافة متوسطة، لان هو مش هيفرش في الصاج لانه ما فيهوش نشادر ولا بيكنج صودا ولا حاجة. فاسيب مسافة زي عقلة صباع كده ما بين كل بسكوتة والتانية. خلصت كل الكمية زي ما انتوا شايفين. البسكوت ما طلعش كله سوا واحد، هعمل ايه؟ هجيب سكينة واساوي البسكوت كله زي بعضه، من فوقه زي من تحته، عشان يطلع كلهم نفس الطول والحجم. بصوا اهو، وبتتشال بمنتهى السهولة. العجينة سهلة جدا في التعامل. وافضل الف الصاج، وبعدين اللي انا حاسة ان هي معوجة شوية زي دي مثلا، انا عدلتها اهي، بحيث ان في الاخر الصاج يطلع شكله حلو.
متساوي في كل حاجة، ما تطلعش البسكوتة زجزاج معوجة يمين وشمال، او تطلع واحدة اطول من التانية، او يطلع اولها واخرها مكلكع، لا. حاول كده على قد ما اقدر يبقى الاكل شكله حلو، لان العين بتاكل قبل البق. خلاص هخلص بقى كل الكمية بتاعتي، وبعدين مع اخر صاج هولع الفرن على درجة حرارة 180، واسيبه على نار هادية يستوي خالص على مهله، لان هو هياخد لون من تحت الاول، واول ما يبدأ ياخد اللون اللي من تحت ابدأ الف الصاج كل شوية لحد ما يستوي من فوق زي من تحت. نار متوسطة يا جماعة، 170 180 حسب فرنك، والف هنا وشفا.